بنوصف كأنج بريك كلنا قد ايه ان احنا فرحانين بحضرتك جدا، ومبقاش مصدقين حضرتك توافقي بسهوله كده. يعني حضرتك بجد يعني اخدتينا جدا وحضرتك وافقتي. وطبعا انا بوجه لحضرتك شكر طار لما عملنا الفيديو كبير جدا جدا لحضرتك، وقد ايه هم بيحبوا حضرتك. ميرسي، ده من ذوقهم بجد كلهم مثلا. هو احنا الحوار هنقسمه لحضرتك 4 اقسام. اول حاجه طبعا هو قصه نجاح حضرتك مع كليه هندسه. حضرتك كليه هندسه دي فعلا حلم عمرك ولا هي مجرد مجموعه؟ لا، هي كانت حلم عمري. وعلى السنه الثانويه العامه بتاعتي يا بدخل علم رياضه يا علم علوم، مفيش حاجه اسمها علمي واجيب مجموع اكبر واختار دي. فانا اخترت من ثانويه عامه انا علم رياضه علشان كنت عايزه هندسه. دخلت علم رياضه وانا يا هندسه يا تجاره يا هندسه يا تجاره. طب حضرتك بقى لما دخلت الكليه، عشان احنا في اعدادي في مشكله كبيره عندنا، هي فعلا هي اصعب سنه ولا احنا اللي متهيئ؟ لا، هي فعلا اصعب سنه، عشان بعد ثانويه عامه الواحد متعود على اسلوب معين في المذاكره، متعود على ان الدنيا ملمومه كده، لما بيدخل بقى يحس ان الدنيا كبرت قوي وهيصه وكل دكتور في حته وكل معيد في حته، وبيبقى مطلوب من الواحد شويه ان هو يبدا هو بقى ينظم نفسه. يعني في ثانوي الدنيا متنظمه له طبيعي، هو بقى المفروض في الجامعه يبدا ازاي يتعلم ينظم نفسه. انا كنت في اعدادي هيصه زي ده كنت هيصه ما كنتش عارفه انظم نفسي لحد الترم. بس على سنتي بقى ما كانش فيه ترم ونرم الكتاب، يعني مكمله الكهربيه وجوز كل ما مكمل معايا للفاينل لما اجي. فلما امتحنت من الترم ما بقتش عارفه انا عملت ايه، ما بقتش عارفه انا عملت حلو ولا وحش كويس. طلعت النتيجه لقيت نفسي جايبه اوفر وحاجات كده، بقيت مش حاسه ان انا عملت كويس، عشان هو نفس نظام البرنامج دلوقتي ان احنا بنرفع وكده. فانا ما كنتش عامله يعني مش مقفله زي ثانوي زي ما كنت متعوده، لكن لقيت نفسي جايبه كويس وقلت لا خلاص يبقى في امل. ايه تقدير حضرتك في الفيزياء بقى؟ لا، كنت جايبه امتياز. خلاص كده. طب التقدير العام بقى فايده ايه؟ التقدير العام امتياز. طيب ولما حضرتك جبت امتياز كل السنين امتياز ما عدا ثانيه جبت جيد جدا بسبب الماس، يعني بسبب الرياضه. طب حضرتك اخترت قسم ايه؟ انا دخلت كوميونيكيشن. اخترت كوميونيكيشن لان لما جيت اختار الاقسام طبعا هندسه كليه الواحد يحس ان هو يعني عايزه ولد برضه يشتغل في مدني وفي طيران وفي ميكانيكا. كل الاقسام دي كانت بالنسبه لي طبعا ما فكرتش فيها، ما كنتش بحب الرسم فما فكرتش في عماره، مع ان الرسم برضه حلو قوي، يعني اللي بيحب الرسم عماره بالنسبه له اختيار كويس. لكن يعني فكرت ان انا بقى كبنت يعني اتعين في الكليه يعني اشتغل على الكمبيوتر، يعني كده مش هيعمل مختلف. يعني الكوميونيكيشن دي عشان ابقى بروجرامر يعني. طب هو ايه اللي يخلي حد يختار يدرس فيزياء؟ يعني حضرتك شفت صعوبتها في اعدادي مثلا زينا، بقينا مثلا في كتير من الطلبه خايف قوي يخشوا اتصالات. انا ما حسيتش انها صعبه في اعدادي. انا في اعدادي هندسه ما حسيتش انها صعبه، حسيت انها زي اللي خدته في ثانوي، بس يعني ايه اوضح شويه، يعني وضحت لي شويه دراستي في ثانوي. حسيت انها محتاجه في اعدادي فعلا بدانا ندرس على اساس فاهمين اكتر من لما كنا بناخد الحاجات بسرعه في ثانوي. طب حضرتك يعني كان يوم حضرتك ازاي في الكليه بعد الكليه؟ يعني احنا مثلا رحنا على مين بالليل؟ طبعا انا ما كنتش هنا بقى في الشيخ زايد، كان بيبقى عندي وقت طويل، يعني فعلا انتوا دفعه الله يكون في عونكم حكايه الشيخ زايد الوقت اللي ضايع ده ضايع. ازاي حضرتك كده في مدار مثلا لو قلنا 5 سنين الكليه وبعد كده دراسات عليا وبعد كده، ازاي حضرتك المده دي كلها تقدري تستمري على نجاحك؟ يعني ايه اكتر حاجه كنت حضرتك بتعمليها عشان تستمري على نجاحك؟ ما هو الفكره ان الواحد بيحط لنفسه تارجت معين، بيمشي نفسه على اساس التارجت ده. فانا حطيت ان العلم ده بالنسبه لي دي الحاجه اللي كانت بتسليني، يعني انا بتسلى يعني ده بالنسبه لي الشيء اللي هو يعني ايه، عايزه اعمل حاجه. لو مش مشغوله بفكره، لو ما فيش فكره شاغله دماغي ببقى حاسه ان انا قاعده طب هعمل ايه؟ بالنسبه لنا العلم مش مشكله كده، لازم نرجع ندير العلم كده. لا يعني كنت ببقى مبسوطه لو في مشكله في بالي بتجيلي ليها حل، يعني احس ان انا في حاجه يعني فهمتها. طب احنا اصلا احنا كبنات مثلا عندنا مشكله بقى، يعني حضرتك ازاي بقى بتقدري تنظمي وقتك بين حياتك العمليه والحياه الخاصه بقى والحياه اللي حضرتك عندك اولاد؟ ازاي بقى؟ هو طبعا انا لحد الدكتوراه ما كنتش اتجوزت اول ما خدت الدكتوراه ربنا وفقني الحمد لله واتجوزت وجبت اطفال وكده. الفتره اللي هي بقى اتشغلت فيها في حياتي الخاصه فعلا بعدت شويه فعلا لما
اللي هي بعد الدكتوراه دي خلاص بقى بدات اهتم بالاطفال وكده، وخدت اجازه كام سنه. يعني فعلا صعب ان الواحد يبقى مشغول في حاجات ثانيه ويبقى في نفس الوقت مركز في العيله. بس حضرتك الله اكبر، يعني معانا بتديني مجهود كبير وكل ده، ازاي بتقدري توفقي بينهم يعني؟ ما هو طبعا صعب، ما علشان كده انا باجي ايام محدوده، بس انا حاسه ان انا بصراحه مش مديه الطلبه حقهم. يعني انا يعني لو انا بالظبط انا دي جايه من دي. يعني لو انا اقدر ان انا مثلا اسيب البيت واسيب البنات واسيب يعني الدنيا تبقى ماشيه في البيت لوحدها مش محتاجاني، كنت ابقى اقدر ابقى متواجده في الكليه اكتر. انا حاسه بصراحه ان انا يعني في تقصير، انا حاسه ان انا مقصره والله، انا حاسه بتقصير فعلا ناحيه الطلبه، بس غصب عني. يعني انا يعني هم ربنا حضرتك والسنه حضرتك معانا على طول، وانا نفسي ابقى معاكم على طول وانا نفسي ابقى مع الطلبه على طول. بس لما ببص لان ليا بنات صغيرين في البيت ولازم ارجع لهم مثلا، ما بقدرش اقعد استنى اجاوب على سؤال حد ولا اتاخر ولا كده، لان ده معناه ان هم هيرجعوا المدرسه مش هيلاقوني او مش هيعرفوا يروحوا او هم يبطلوا حضرتك. فيها عيوب كتير وما نقدرش نقول ان هي بيرفكت، يعني مفيش حاجه ممتازه وخاليه من العيوب. هي العيوب اللي فيها ان هي ما بتركزش على الناحيه العمليه خالص. يعني هي بس احنا في الثيوريتيكال اقوياء، يعني في الشغل النظري لان هي دي امكانيات البلد للاسف يعني. لكن لو في معامل متطوره، لو في حاجه يعني تطلع انجينير بجد، ما هي بتطلع ثيوريتيكالي هو كويس، لكن بيتعلم بعد كده الحاجه اللي هيشتغلها في الشركه او في المجال اللي هيروح يشتغل فيه. يعني احنا عندنا مشكله ان شايفين ان الدراسه في الكليه في مسافه كبيره جدا بين الدكاتره، مسافه فعلا احنا مش عارفين نوصل لهم وهم مش عارفين يوصلوا لنا، ومفيش مثلا مكان نقدر نروح نشتكي فيه حد. يعني مش بلاقي مكان اروح اقول فيه انا مش عاجبني الدكتور ده او المريض ده. فحضرتك شايفه الموضوع كده يعني زي ما ننظم حاجه زي كده مثلا؟ ما هي طبعا احنا بالنسبه لنا مثلا في الفيزياء خليناها بالفكره ان احنا مفيش اتندنس مثلا، تقدري تحضري مع اي حد، اللي يهمنا ان الناس تفهم وخلاص يعني. وبعدين طالب الجامعه خلاص كبير ينفع على ان يبقى الاتندنس عليه درجات، يعني مش عايزين الناس قاعده كده وخلاص، عايزين الناس تحضر المهم ان هي تستفيد يعني. طب ايه اكتر حاجه حضرتك بتكتشفيها صغيره في الكليه؟ احنا كطلبه ولا كاداره ولا كمنشآت؟ لا، الناحيه العمليه هي دي اللي نفسي انها يحصل فيها طفره فعلا. لكن الطلبه ممتازين وهي الاداره مشكلتها ان نضيف الامكانيات. فهي الاداره يعني عن حواليها مشاكل وحواليها كونسترينز هي محكومه بيها، لكن لو ربنا اراد بقى الجانب العملي في الكليه دي بقى احسن. انا شايفه ان الكليه هتبقى ممتازه جدا يعني. حضرتك شايفه الطلبه كويسين؟ انا شايفه ان الطلبه كويسين خش بالك جامد لما اقول حضرتك رايك فيها كده هتقولي كويسين. لا كويسين، انا شايفه ان الطلبه ممتازين جدا. بالنسبه للدفعات اللي قبلنا احنا عاملين ايه؟ لا، انا شايفه ان انتوا طلبه يعني اخلاقيا ممتازين الحمد لله ومجتهدين وانا شايفه نسبه الحضور في المحاضرات وفي السكاشن لا يعني بس ماشي، بس ما هو مفيش اتندنس في الحاجات دي، يعني اللي بيحضر عايز يفهم يعني بتحاولوا يعني هو ده المطلوب. بس هو في مشكله مثلا ان احنا عندنا في طلبه كتير من الاسئله اللي جات لحضرتك ان هم مش بيحبوا الرياضه والفيزياء، خلاص تعبوا منها فعلا. اليوم شايفين ان الكليه كده خلاص يعني اسمها ولا يعملوا ايه؟ لا، هي الرياضه يعني هي الرياضه مش هي اساس الكليه، بس الفيزياء انا شايفه ان هي اهم يعني اللي عنده مشكله في الفيزياء يبقى حاسس ان عنده مشكله اكتر من اللي عنده مشكله في الرياضه. يعني انا وانا في ثانوي كنت بحب الرياضه اكتر من الفيزيكس، ودخلت الهندسه على اساس انها يعني ماس بقى. لما دخلت بقى واكتشفت ان الفيزياء هي الاساس، يعني انا لو عندي مشكله في الفيزياء هيبقى عندي مشكله في الكليه، بالذات اللي ناوي يخش كوميونيكيشن. لكن اللي هيخش مدني او الحاجات الثانيه دي او ميكانيكا او الرسم او العماره او الحاجات دي اعتقد انه عادي، ولا محتاج ماس ولا محتاج فيزيكس ولا اللي جاي في الفيزياء بتاعت الاعدادي هي فيزياء اتصالات وكهرباء ولا اتصالات بقى هي يعني هو يعني اللي عنده مشكله يبعد عن الاتصالات، يبعد عن الاتصالات ويبعد عن الباور ويبعد عن الكمبيوتر برضه شويه، بس لا مش سيء، مش زي كوميونيكيشن. بعد النتيجه بقى كويسه اللي الناس شافتها كتير قوي، اللي مثلا لا قدر الله خلاص جاب درجه في الفيزياء شال من ده الترم دوت. ما هو الترم الاول مش مقياس، يعني احنا مش عايزين الناس تيأس، بالعكس يقدر يقدر يذاكر والترم الثاني مش ديبندنت خالص على الترم
الاول، حاجات كلها جديده، فيقدر يذاكر من اول وجديد، وده هيتجمع على ده وعادي هيقدر يعمل كده. طب ازاي اقدر اذاكر الفيزياء؟ يعني احنا عندنا في مشكله، انا ازاي اذاكرها؟ هي ماده سهله، شايفاها ماده سهله بصراحه، بس في مشكله ان انا طويله، وانا باجي ليله الميد ترم ابتدي اذاكرها، وليله الفاينل ابتدي اذاكرها. ما هي دي المشكله، انت هتبدا تذاكرها امتى ليله الميد ترم؟ لكن هي دي المشكله. اعمل ايه بقى فيها مثلا؟ انا دلوقتي الموضوع مش هيذاكرها على طول الوقت، يعني كل حته خدها احل عليها. يعني انا وانا في اعدادي كنت ما كانش عندي وقت ان انا اذاكر برضو النظري والاثباتات بتاعه النظري، لكن ما كنتش بسيب المسائل. يعني اعتمد على الشيء. اركن النظري شويه لو الاثباتات بتاعته عامله لي مشكله وكده، واركز على الناس بتحل ازاي، الحل بيحصل ازاي الحل، واحل. المذاكره النظري دي هي اللي ممكن تتركن شويه. طيب احنا في اول طريق بقى، يعني لسه ربنا معاك. حضرتك في الكليه لسه قدامنا ان شاء الله 4 سنين لحد ما نكمل بقى ربنا معاك. يعمل ايه كده خطوات كده 1 2 3 يعملهم في الكليه، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقهم بالنجاح. زي ما نجح في ثانوي يقدر ينجح. زي بالظبط ما نجح في ثانوي. هو بس يعني يبقى في تنظيم للوقت شويه، ونركز على الناحيه اللي هي الحلول، الحل. بالنسبه للفيزيكس يركز على، يعني هو يركز على المسائل، على انه يحضر المحاضرات والسكاشن. طبعا المحاضرات والسكاشن، بس وموقف المتفرج مش كفايه في الفيزيكس. يعني ان انا اتفرج واقتنع والله الدنيا جميله مش كفايه، لازم براكتس. الترم الاول متفرجين خلاص داخلين بقى، طب وبعدين الله يبارك مش عايزين دي، عايزين انا حتى اللي بيذاكروا من ورق الكورسز وكده، يعني مش هقول لهم ان انتوا ما تبصوش فيه ولا الكلام ده، لا اتس اوكي نبص فيه وكل حاجه، بس ممكن لو قريت المساله يعني قربت كده الحل، وادي نفسي فرصه ان انا افكر ايه الابروش، ازاي هدخل على المساله، بس مش عايزين اكتر من كده. ان انا اكمل كل الخطوات بايدي وكده هياخد مني وقت طويل مش مهم، بس لازم اعود نفسي ان انا اشوف سؤالي الاول وافكر فيه لوحدي، اشوف انا ناوي اعمل ايه كده، ببص بقى هو صح يبقى خلاص مش مهم اعمل ايه. هو في حد كان سأل حضرتك سؤال، يعني حضرتك رايك في الكورسات، فكره ان اطلع اخد كورس؟ انا شايفه انها هتبقى بالنسبه له تضييع وقت اكتر، لانه في الكورس قاعد في موقف المتفرج برضه، فانا هنا متفرج ولا هنا متفرج، يبقى انا ما حققتش حاجه. انا عايزين نعمل شويه وقت انت تجرب بنفسك، فلو هتروح هنا تسمع وانت هنا سمعت وهنا سمعت الدنيا جميله بس ما جربتش، يبقى نفس الموقف. نفس الحاجه. طب لو حضرتك احساس اللي هو احساس ان انا طاقه الكليه بقى، يعني انا حاسس ان انا لا احساس مؤقت، احساس مؤقت وهيجي احساس مؤقت. لازم تتغير. ما انا مش شايفه حاجه عشان اقول والله مش شايفه حاجه وحشه في الدفعه. انا بقول انا شايفه ان الدفعه كويسه قوي، ولو في اي تقصير للتقصير من ناحيه الاستاف، التقصير من ناحيه الاستاف ان هو مش قادر يبقى متواجد وقت كفايه علشان يقدر سواء يعمل سكاشن زياده او محاضرات زياده او انه يجاوب على اسئله زياده، كل التقصير من ناحيه الاستاف. مش مستوى ذكاء الدفعه حضرتك شايفاه؟ لا انا شايفاه ممتاز. انا شايفاه ممتاز، لان كمان خلي بالك السنه اللي فاتت كان عندنا دفعه الفراغ، فالواحد حس دفعه الفراغ دي كانت محسسانا ان احنا بقينا معانا خالص. هو بقى اخر حاجه هو انتقادات، هي عجيب ان الانتقادات اللي جت لحضرتك كلها هي مش انتقادات، هي حب في حضرتك، فعايزين الموضوع يبقى شويه. يعني في طالب قال لي انا عدد المحاضرات في السكشن بيبقى قليل قوي بالنسبه له، هو مش بيبقى في مكان نقعد، وحضرتك بتشوفي مشكله المكان الارض وكله بقى محجوز، فعايز عدد محاضرات اكتر وسكاشن اكتر. ما هي ما رجعنا دي النقطه اللي اتكلمنا عليها في الاول. للاسف غير حضرتك بتدي المحاضره، انا خدت محاضره واحده بس، احنا 8 بندي ماجنتيزم، فيعني في براكتس كتير. حضرتك حاجه ثانيه، حضرتك متميزه بجد، حضرتك بتسهل لنا المعلومه قوي. برضه في سؤال بيقول حضرتك يعني ازاي تقدري تبسطي المعلومه كده؟ ازاي احنا في مشكله غير ان احنا نبسط المعلومه زي حضرتك كده، ازاي تقدري تبسطيها بالسهوله دي تخش عليها على طول ونفهم على طول؟ لا ما غالبا ده ناتج من ان انا اديت سكاشن كتير من زمان، يعني وانا بدي سكاشن طبعا، فانا متخرجه كام 95، ف
اتسالت اسئله كتير في السكاشن خلتني اعرف اللي قدامي ايه ممكن المشكله اللي مواجهاه في فهم الموضوع يعني. لان ممكن واحد وهو بيشرح يبقى فاكر ان الحاجه دي مش واضحه يعني، لكن لما يتسال سؤال الله هي دي مش واضحه له يعني بتسال السؤال هيبان لك ان اللي قدامك ايه العقبه اللي بتكون مقابله. فانا غالبا ده بقى تجميع للاسئله اللي انا سالتها من زمان بكون بجاوب عليها وانا بشرح يعني ايه. فالناس خلاص بتبقى متعلقه بقى الامور يعني، وربنا يسهل وانا ربنا دايما فاهم. المشكله بقى عند الطلبه وعندي انا شخصيا ان قابلت في السكشن المسائل بتبقى قليله قوي. للاسف ما هي دي بقى ما انا هقول لك المشكله. لان انا ساعات كتيره بحب الخص النظري في الاول واشرح حته في الاول، فدي بتاخد وقت من السكشن، وساعات بحس ان لو ما اديتش الحته دي ما اقدرش احلها على طول. فانا برضو عندي المشكله دي كنت لسه بفكر فيها ازاي احلها. انا حاسه ان اللي بيحضر معايا سكشن ملوش نصيب في المسائل كتير، وانا نفسي احل مسائل كتير فمش عارفه احلها ازاي. يعني اغطي اقل شويه من الحته النظري اللي بتتقال في الاول. انا حاسه ان دي بتبقى برضو مهمه لافراد تانيين ما يقدرش يحضروا حضرتي او كده. وعشان نحضر المحاضره، فاللي بيحضر المحاضره بالنسبه له الكلام بيتكرر، واللي ما بيحضرش المحاضره بيبقى الحته دي بالنسبه له هي الحته المهمه في السكشن اكتر من الحل. فانا يعني قاعده كده احاول هكمبرومايز ان انا اقلل شويه الحته اللي في الاول وادي وقت اطول من السكشن ان شاء الله. واعتمد على ان معظم اللي بيحضروا بيحضروا لي المحاضره انا بشوف نفس الطلبه اللي كانوا معايا في المحاضره جايين لي السكشن ببقى حاسه ان انا المفروض ما اعيدش الحته دي قدامهم تاني، هم شافوها خلاص. وفي نفس الوقت التانيين لو دخلت احل على طول هيبقى بالنسبه لهم طب ايه وبعدين احنا اصلا جايين مش فاهمين يعني. خلي بالك هم جايين يحضروا السكشن عشان مش فاهمين بس او نعمل سكشن شرح تاني لوحده على حاجه بقى في الحوار. انا صح حضرتك في حضرتك بقى حضرتك نفسك تبقي ايه ونفسك تكملي ازاي، وشايفه الكليه ممكن تبقى ازاي بعد شويه، وشايفه احنا الدفعه بتاعتنا تبقى ازاي. انا نفسي ان ربنا يوفقكم ان شاء الله وتبقوا في احسن حال، وكلكم تتخرجوا مهندسين ومهندسات عظماء كده ويوفقكم في حياتكم الخاصه طبعا بالنسبه للبنات وبالنسبه للبلاد برضه. وانا بالنسبه لي التارجت الاساسي بالنسبه لي دلوقتي ان انا بشتغل في بيبرز وابحاث عشان ابقى استاذ مساعد ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تدعوا لي. يعني كلنا عندنا لحضرتك دعوه كبيره جدا. يا رب يا رب. احنا بنشكر حضرتك على ايه بس والله. احنا في رينج بريك كله في قمه السعاده النهارده بجد ان هو بيسجل مع حضرتك اول حوار لينا يعني بجد. وتتوالى الحوارات مع بقيه الاستاف برضه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس بجد احنا فرحانين جدا. انا مبسوطه جدا والله بالتقدير بتاع الطلبه ليا، لان انا بجد من جوايا حاسه بتاثير رهيب ناحيتكم والله.